كيفاش تشوف الأوضاع في تونس؟ الأوضاع شنو باش نقول لك، كيما أي تونسي الأوضاع ما تبشرش برشا بالخير. هل تشوف فما حلول باش نخرجوا من عنق الزجاجة كما يقولوا؟ فما اون سول كونديسيون باش تخرج من عنق الزجاجه، هي اخدم على روحك، ما تعملش على الدوله باش تجيب لك وباش تعمل لك والكل. اخدم على روحك. توا انت تمشي لاي بوسطه كنام اي حكا مؤسسه تاع اداريه، تلقى واحد برك يخدم ويخدم لك. توا معناتها خرج الدراسه اللي التونسي يخدم 8 مينوت باغ جور، يعني سامحني ما يخدمش ويحب شهريه ويحب يعيش بالكدا ويحب معناها ما تجيش هكاك. شنو رايك في الشباب اللي قاعد يرمي في روحه في البحر من اجل عيون اوروبا؟ غلط بيان سور. قداش توا الحرقه تتكلف؟ ملايين 20000 دينار. باهي المهم ملايين تنجم تعمل بيهم مشروع في تونس. وانت كي تحرق ما نعرفش وين ايطاليا ولا تمشي بعد لفرنسا، راهو مش جنه غاديك، ما تجيش تستنى فيك جنه معناها، وتنجم تشوف العباد كيفاش قاعدين عايشين غاديك. اسكو الشاب التونسي وصل لدرجه انه حياته ما عادش تعني له، يعني حياته ما عادش عندها ثمن، او هو مجرد الحلم بالجنه في اوروبا؟ فماش حتى حد حياته ما عادش الا هما عبد ديبريمي. دام يقبل لانه فما يعني امكانيه كبيره انه يموت ومع ذلك يمشي ويعاود. هو انت كي تسال هذوما اللي يحرقوا يقولوا لك انا ميت الوغ كو سي با فري معناها، فهمت؟ اي انا ميت ما نعرفش هذه منين جابوها والكل. ليه انا نشجع الشباب باش يخدموا شويه، اللي عنده أرض في بلاده يقعد فيها ويحرثها، خاطر توا المستقبل راهو فلاحة، ما عادش لا سياحة لا حد شيء، راهو فلاحة. داكوردو مناخ مش مساعد، أما هذاك هو توا المستقبل. ما نعرفش حاسيلو إن شاء الله. واقتصاديا كيفاش تشوف غلاء الأسعار؟ أنت شكون المسؤول على غلاء الأسعار؟ الاحتكار هو اللي التجار المحتكرين معناها الكل. وزاد ابار سا بربي العباد اللي يمشيو اون فامي افيك 4 ممبر، وكل مره يمشي واحد ياخذ 2 كيلو سكر ولا 2 ستيك حليب، يبدا عندك 8 كيلو سكر في الدار، ما فهمت شنو تعمل بيهم معناها، والاخر العبد يقعد يفركس يعني. فهمت؟ شوف فما لهفه شويه من الشعب التونسي برشا ديجا، ما غير هذايا الكل في رمضان وفي العيد والكل انت تشوف اللهفه نتاع الشعب التونسي. ولكن الشعب التونسي ما كانتش عنده هالعادات، منين جاتنا يعني ولينا هيك معناها ملهوفين على كل حاجه نسمعوا مجرد سمع انها باش تتفقد؟ والله ما نعرفش. يظهر لي من الثوره ويجا معناها، يمكن خاطر في الثوره ما وسكر كل شيء وكل الناس كل ولات تحب تخبي. يظهر لي حكايه فارغه معناها، كل شيء موجود، نقراو حساب غيرنا ونقسموا مع غيرنا ونعاونوا غيرنا، وان شاء الله بقدره ربي كل شيء يتهز. وكما قال حسن الثاني لو روا دو ماروك قبل، راي تونس شعب، ماهيش دولة، ماهيش حزاب ولا هي حتى شيء، خاطر بورقيبة الله يرحمه علمنا نحبوا بعضنا وشعب، مش كما برشا بلدان اخرين. دونك الحل تشوف في يد الشعب. الشعب حتى المشاكل الاخرين راهو الشارع والشعب.